الجرائم المرتكبة ضد الأقباط، وهذه الأولى من نوعها. فهذا الذي نريده. فإلى الأمام يا شعب مصر العظيم، إلى الجهاد في الحصول على مبادئ ثورتنا المجيدة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. وهذا هو مشروع مصر القومي الذي يجب أن يكون هدفنا جميعا في مصر، وتحيا مصر. والرسالة الثانية لكل معارضين الإخوان وأتباعه، فأطالب بإقالة الدكتور مرسي ورئيس وزرائه ووزير داخليته، وتقديمه إلى المحاكمة، أو تقديمهم جميعا إلى المحاكمة، لأن أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء. ثانيا، تقديم الجناه الفعليين إلى المحاكمة الاستثنائية والسريعة، القصاص. وأيضا من قاموا بأعمال القتل السابقة في جميع الحوادث الطائفية، مسبيرو والقديسين ونجا حمادي وغيرهما، في جميع هذه الأعمال الطائفية، ولن يحاكم فيها واحد فقط، حتى واحد. أناشد جبهة المعارضة